السلام عليكم. اليوم راح نصلح وصفة جدا جميلة اللي هو رز المعدوس. أول شي نضيف البصل والثوم، طبعا الثوم يصير حبة كاملة. نحط سمن، طبعا ما يحتاج حمس، شي بسيط مع البهارات. ثم على طول الرز والعدس. عندي الحين أضيف الكمون والكزبرة والكركم والملح والفلفل الأسود شوي. بعدها أضيف الرز والعدس، أبدأ أقلبه شوي مجرد إنه يختلط. أجيب الحين الرز والعدس. طبعا الموية راح أستخدم موية لحم عندي أو موية دجاج، النكهة تفرق طبعا. ونفس الكمية الرز. طبعا عندي الرز الآن نفس كمية العدس، خلاص أبدأ أخلطها، بعدين أضيف عليها اللي هي موية اللحم. طبعا كلها نقعتها قبل، الرز والعدس كله. راح نضيف الحين الموية الحارة تصفية كاملة تصير. خلاص انتظر بس يفور عندي ثم اقصر عليه. خلاص اذا بدا عندي زي كذا خلاص اقصر عليه. طبعا يحتاج زيادة موية، زيد عليها موية واقصر عليه لين ينهرس عندي العدس تماما، والرز كذلك يصير مرة متماسك. وهذا بعد مرور نص ساعة. طبعا لازم أكثر، أنا أبغاه يكون متجانس أكثر والحبة انهرست. وهذا المعدوس جهز معنا ما شاء الله. خلاص قعدنا تقريبا في القدر العادي ساعة. في الأخير نحط السمن، أي نوع سمن أنتم تفضلونه حطوه وسكروا القدر. وهذا المعدوس جهز معنا. التونة في الوسط والبصل المكرمل المقلي